السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى انا جيت لكم برده مش هنعمل اكله ولا وصفه، لان طبعا على العيد والعيد الكبير كل سنه وانتم طيبين. الشعر طبعا لازم نهتم بيه عشان بيدي بعد كده نتيجه حلوه. فهنعمل دلوقتي مع بعض اللي هو الحنه دي حاجه طبيعيه وحاجه جميله وحاجه مغذيه للشعر. فهنحط عليها يعني حاجات تانية برضو إضافات تدي بعد كده لون وفايدة للشعر، يعني كده فيها فوائد كتير للشعر كل ما هنحط عليها الحاجات اللي احنا هنقول عليها دلوقتي. العيد طبعا لازم نهتم بيه ونعمل الوصفة الجميلة دي والحنة دي بالحاجات اللي هنحطها، وصفات طبيعية. فطبعا بالنسبة للشعر بتقل الشعر، بتطوله، تدي كثافة. يعني لو الشعر خفيف تديله كثافة ان هو يبقى تقيل وطويل. طبعا الشعر لو ضعيفة بتقلها، بتخليها حتى ما تقعش، يبقى بيمنع تساقط الشعر. الفروة نفسها بتديها غذاء، فبتخلي الشعر يبقى فيه كثافة أكتر. طبعا بتفرده وبتديله فوائد كتيرة قوي قوي للشعر نفسه. عايز اهتمام وعايز غذاء، فدي من الحاجات المغذية قوي للشعر. ومش هنقول بقى لا ده حرام، لا ده فيها حاجة، لا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام برضو كان بيستعملها. الحنة دي كانت برضو يعني بالنسبة له إنه بيستعملها عادي، يعني ما فيهاش أي حرمانية، وإن دي حاجة طبيعية وحاجة مفيدة وحاجة مغذية للشعر. وبتفتح الشعر كمان، اللي عايز لون مثلا احمر او لون بني او الوان، بتدي لها المواد اللي هي تخليها مايله للاحمر او مايله للبني. فطبعا الحاجات دي كلها حاجات مغذيه، ما فيهاش اي حاجات كيماويه خالص، يعني دي حاجات كلها طبيعيه. فان شاء الله باذن الله نعملها مع بعض دلوقتي. وعلى العيد كده اللي عايز يعمل برده ويغير لون شعره، بيبقى الشكل بالنسبه لهم احلى واحسن طبعا في البيت. فبتبقى حاجه جميله وحاجه فيها تغيير وحاجه على العيد حلوه يعني. فان شاء الله نعملها مع بعض. واللي وصل لحد هنا بقى ما ينساش الاشتراك واللايك، واهم حاجه طبعا يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي بقى يا حبايبي احنا دلوقتي هنعمل الخلطه بتاعت الحنه، كلها حاجات مفيده وحاجات طبيعيه وحاجات من المطبخ زي ما بنعمل كل مره، مش غاليه، وحاجات في البيت موجوده. فيعني وصفات كلها طبيعيه وجميله وبسيطه وسهله. فنجيب حاجه مثلا زي دي، اي حاجه عندك هتحطي فيها بقى المكونات اللي هنحطها على البوتاجاز وتغلي كلها مع بعض. كده خلوط كوبايه ميه. فهنجيب كوبايه ميه بقى زي دي كده وهنحطها زي ما انتم شايفينها. بعد كده هنحط فيها البنجر، عندنا طبعا موجود، يعني مش غالي، وحاجات طبيعيه وحاجات جميله ومغذيه للشعر. فانا اخدت نص البنجريه زي دي كده، طبعا غسلتها وقشرتها ونضفتها زي ما انتم شايفينها. وبعد كده هنقطعها بقى حتت في سكينه، هنقطعها يعني حتت كده زي ما انتم شايفينها كده في قلب الميه، عشان لما تغلي تاخد اللي فيها، لان لو سبتيها كده هتقوم واخده من بره وجواها لسه ما خدتش اللون بتاعها. ده كده الايه البنجر في قلب الميه زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى يا حبايبي هناخد بقى بعد ما حطينا البنجر وقشرناه ونضفناه وقطعناه وحطيناه في الميه، هناخد بقى الكركديه. طبعا انتوا عارفين الكركديه له فوائد كبيره وكتيره وحاجات جميله مغذيه، يعني كل دي كلها حاجات طبيعيه ما فيهاش اي ضرر خالص، وحاجات مغذيه للشعر ومفيده للشعر مش هتضره. فالكركديه خدنا حبه كده زي ما انتم شايفينهم، وهنحطهم بقى عليها في الميه. كل ده بيدي بقى اللون الاحمر اللي انت عايزاه في الاخر. بس هي بصي نفسها، بصي الميه لونها تقل. بصي زي لسه اصلا هتغلي، فاحنا سايبينها كده اللون تقل. ده لسه حطاها يعني حتى ما عادتش فيها كلها. طبعا الكركديه بتنقع اللون بينزل بتاعه اكتر، هو والبنجر والحاجات دي. فبص الميه من اول ما حطيناها حمرا، وحاجات مغذيه وحاجات طبيعيه، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي ضرر للشعر. القرنفل انا جايبه حبه كده قلت احطهم، المسمار او القرنفل، فده في الدول العربيه بتهيألي هو المسمار. فعندنا احنا هنا اسمه القرنفل اللي هو ده. حاجات بقى مفيده وحاجات علاج طبيعي بالاعشاب الطبيعيه، جميل زي ما انتم شايفينه كده، مش هيبان قوي عشان هو صغير. فهنحط برده حبه زي ما انتم شايفينهم كده زي كده، ماشي، حبه يدي برده لون احمر جميل. انا دلوقتي كلها حاجات طبيعيه في قلب الميه، هنقلبهم بقى كده وهنولع عليهم البوتاجاز ونسيبهم زي ربع ساعه كده، يعني تغلي ربع ساعه. واحنا بنحضر بقى ايه، نسيبها قبل ما تغلي. هنعمل بقى في الحنه نفسها. والله المكونات اللي احنا بنحطها دي على الحنه، يعني هي الحنه فيها فوائد جميله، بس الحاجات دي كمان بتديها فوائد اعلى وفوائد احسن. وكل ده يعني حاجه يعني فايده للشعر مش بتضر الشعر. طبعا اللي شعره ضعيف، اللي بيتساقط، اللي عنده قشره، اللي عنده عايز يعالج من اي حاجه يستمر عليها. الحنه ما فيهاش اي ضرر، ما فيهاش كيماوي زي الصبغات. عايزه بانتظام. انا بناتي بيستعملوها واحنا كلنا بنستعملها، يعني حاجات مفيده وحاجات جميله. يعني بالنسبه ان هي للشعر علاج، مش شرط تغيير لون، بتفيد الشعر، بتخليه يتقل. بتطوله كمان. يعني ساعات احنا ايه بنفرق الشعر كده، بنعمل مثلا اللي ورا الفرق هنا بيبقى الشعر خفيف شويه. الشعر خفيف. نعمل بقى الحنه بالحاجات الجميله دي،
بتلاقي الشعر بعد كده بيرجع زي الاول، بيبقى حاجات مغذيه بتخلي بصيله الشعر تطلع شعر بتنبت اكتر، فبتزود الشعر كثافه وبتقله بتطوله او كمان. بتطوله او بتخليه احلى وانعم كمان. بتعالج القشر يعني، اه اللي اه عنده قشر كمان تعالج. هي ولو ما فيش فايده ما كانش الرسول عليه افضل الصلاه عليه والسلام كان الصلاة يستعمل والسلام. الحنه بال اه. ده يعني الرسول ده قدوتنا، فالحاجه اللي بيستعملها عارف ان هي علاج لينا. فان شاء الله ودي اللون بقى لو عايزه مثلا احمر هتحطي الحاجات اللي قلنا عليها، عايزاه مثلا يدي على بني هتشوفي الالوان بقى وتظبطيه ان هو شبه اللون اللي انت عايزاه، تحطي له الحاجه اللي محتاجه اللي تخليه ايوه اللون يطلع. بس هو الاحمر بصراحه بيبقى لون حلو احلى كده. لون بصراحه. وبعدين احنا قاعدين في البيت يعني وكده كده مش بالطرحه. بس ده ده ليكي للبيت. وبعدين ده علاج في الاول وفي الاخر، ده علاج اه. وحاجات طبيعيه. الصبغات نفسها الصبغه بيبقى فيها اكسجين وفيها مؤذية كيماوي. للشعر. مؤذيه للشعر، دي بتخلي الشعر نفسه لا اما يقع لا اما يضعف لا اما ساعات بيبيض من من كتر الكيماوي اللي موجوده في الصبغه. عشان الاكسجينات والحاجات دي اللي فيه. فدلوقتي بقى هنخليه على البوتاجاز، هنخليه بقى يغلي ربع ساعه وهنشوف هنعمل ايه. يا حبايبي الحنه اهي زي ما انتم شايفينها كده اهي. احنا دي جبناها طبعا، احنا بنجيبها من العطار، فاحنا العطار اللي احنا بنجيب منه على طول احنا واثقين منه، يعني حاجته كلها كويسه بصراحه. الحنه دي ممكن تجيبيها يكون حد اللي طبعا مش واثقه فيه، فبيزود الحنه حاجات ان هو تبقى مش طبيعيه يعني، او ما تجيبش تعملش معاكي اثر جامد، فلازم يكون حد موثوق منه وتجيبي منه الحاجه كويسه وحلوه يعني حاجات طبيعيه. فالحنه اهي زي ما انتم شايفين. هنحط بقى مثلا تبع شعرك، يعني انت شعرك طويل وتقيل فتحطي كميه كبيره. لو طبعا الكميه مثلا لو هتعملي شعرك كله هتعملي نص وهتعملي مثلا الاطراف بس. على حسب انت عايزه تعملي ازاي. فاحنا هنحط يعني من 6 ل10، يعني نشوف ال6 معالق مثلا. ادي 1 2 3 4 5 ادي 6 مثلا. ال6 دول بس شكلهم قليل شويه صح؟ فنزود بقى نزود مثلا زي 10. ادي 7 8 9 10 يعني كفايه 10 عشان بص 10 حلوين كده. دي بالنسبه للحنه. فالحنه اهي كلها زي ما انتم شايفينها، ريحتها بصي عشان ريحتها جميله. ريحتها جميله قوي. ريحتها يعني طالعه كده في المكان. تحطي خل على الحنه زي ما انتم شايفين كده زي معلقه واحده عشان ده بيثبت اللون. الخل بيثبت اللون. وانت تعرفي اللي بيغسل شعره مثلا في قشر، الخل يمنع القشر من الشعر كمان. يعني ماده مفيده للشعر، حاجه حلوه، بس طبعا كتر وحش. هي معلقه واحده كده، معلقه واحده على الحنه نفسها. طبعا احنا بنستعمل في كل حاجه حاجات بسيطه وحاجات مش غاليه حاجات طبيعيه يعني من البيت، يعني مش هتكلفك حاجه. يعني اي حاجه بنعملها تلاقيها جوه المطبخ في بيتك، مش مكلفه مش صعبه قوي، حاجات سهله وبسيطه. طبعا جبنا بقى اللي هي حاجه تانية نحطها على الحنه برده من العطار، يعني هي كلها ما بتخرجش عن العطار. دم الغزال، فدم الغزال ده برده لونه بص نبيتي ازاي، فده بيتضاف الى الحنه بيدي نفس اللون ده. شايفين؟ ده دم الغزال بتجيبوه من العطار تحطوها على الحنه بتديها لون احمر كده او نبيتي، بتبقى شكلها حلو. فطبعا هنقلبه هنا على الحنه، بس الحنه يعني يعتبر بني كده شويه. دم الغزال اهو، دي معلقه 2 هيجي زي 3 3 كده وهنقلبها بقى ببعض. طبعا دي جواها خل، فكلها مواد طبيعيه ما فيهاش اي حاجه كيماوي، ما بتاثرش على الشعر، بالعكس بتغذيه، لو في اي عيوب في الشعر بتعالجه، فدي حاجات جميله. ده بقى يا جماعه دم الغزال اللي احنا حطيناه. بص على الحنه في فرق لون كبير قوي ما بين لون الحنه ولون دم الغزال. فلون دم الغزال بص احمر ازاي، فبيديكي بعد كده في لما تيجي تعمليهم مع بعض بيديكي اللون الاحمر اللي انت عايزاه في الشعر. مش هيبان، بس مش هيبان هنا علشان احنا لسه ما حطيناش عليه السوائل اللي احنا عملناها، بس بعد كده بيديكي النتيجه اللي هي محمر شويه يعني. محمر على اساس الحاجات اللي بتحطيها الحمر، زي كركريه زي القرنفل البنجر ودم الغزال. فالحاجات دي كلها بتقلب بعد كده ان هو اللون بيبقى احمر. بقى عليهم معلقه زيت زيتون كده. هي زيت زيتون بيدي طبعا فوائد كبيره وحاجه طبيعيه، حاجه طر الشعر عشان الحنه ما تنشفوش. لو الحنه نشفته زيت الزيتون يطريه شويه. وبعدين زيت الزيتون يعني معروف انه علاج، يعني الحاجات ياما قوي ومفيد وصحيا حلو. لو عندك زيت شعر حطي، لو عندك مثلا زيت زيتون حطي، لو زيت خروع، زيت جوز هند، زيت خروع، زيت الارجان، زيت الارجان، عندك اي زيت شعر حلوه حطي. دلوقتي بقى احنا حطينا كل اللي احنا حطيناه في الميه، البنجر والحاجات اللي انتوا شفتوها كلها اهي، حطيناها تغلي ربع ساعه. فزي ما انتم شايفين بصوا لونه احمر ازاي. هوريكم دلوقتي بالمعلقه بصوا بقى احمر، بصوا عامل ازاي. فالاحمر ده لما بتحطيه بقى كله مع بعضه، البنجر والقرنفل الكركريه
فكله مع الحنه، مع احنا حطيناه في الحنه دي، فبصي كله بيساعد على ان اللون يبقى احمر لما تيجي تحطيه على الشعر، او بيديك النتيجه زي دي كده زي ما انتم شايفينها. هناخدها بقى خلاص، هي كده بقالها زي ربع ساعه، هناخدها نحطها بقى على الحنه ونعجن بيها. دلوقتي بقى طبعا بعد ما غليناها على البوتاجاز قعدت ربع ساعه، وبعد كده طبعا بص اللون واحنا بنعملها، بص اللون عامل ازاي هنا مواقع. لونها تقيل قوي يعني، احمر تقيل. فادى احمر كتير يعني وتقيل قوي، اهي زي ما انتوا كده اهي شايفينها اهي، بص عملت ازاي. استنينا بقى ايه لما تبرد، وبعد كده ايه نعجن بيها الحنه زي ما عملناها قدامكم اللي هي دي. فهنحط حبه، مش هنحط يعني كلها مره واحده، لا حبه حبه، وبعد كده نعجنهم ونشوف هي عايزه ولا لا. ايه رايكم يا حبايبي؟ جميله حلوه حلوه يا شهد. بصي لونها اللون قلب بصوا بيسي. قلب نبيتي. بصي اللون. انتوا طبعا مستنيين بقى عشان تعملوا ايه؟ مستعجلين عايزينها بسرعه. متعودين يا جماعه نعملها على طول، بجد نتيجتها تحفه. وبعدين بتبقى كمان مش لونه بس، علاج للشعر يعني، مفيده يعني، حاجات مفيده كلها. يعني اللي شعره ضعيف، اللي شعره بيقع، اللي بيتساقط، اللي فيه قشره، بتنعم الشعر، بتفرده، يعني بتعمل حاجات جميله، حاجات يعني فوائد كتير، لان في الاول وفي الاخر حاجات اعشاب طبيعيه يعني. ايوه بص اللون بدأ الحنه لونها يحمر بقى نبيتي كمان شويه صغيرين، مش كتير قوي كده. بص اللون بص اللون وانا بقلب بص شايفين الطبقه بتاع الحنه بقى كله نبيتي. احنا بنخليها مثلا، احنا عملنا بيها بنخليها في التلاجة شيليها ولما تحتاجي انت كده بتحتاجيها بارده. فما بنيجي نعمل نحط حنة تاني، عندنا برضو حنة وبنعمل بيها تاني يعني نكمل بيها، تبقى سهلة بقى ان انت تعجنها على طول. مش بصي عاملة ازاي؟ شايفين اللون؟ مش بتستنوا بقى يا جماعه تعملوا نفس الخطوات دي تكرروها ياما. بصوا اللون تحفه. بصوا اللون نبيتي خالص. باين من بره. تقعدوا تقلبوا فيها كده بقى لحد ما الحنه كلها تدوب مع السائل الاحمر بقى اللي احنا عاملينه. هما بقى عشان بيعملوا بيها على طول يعني وبتعجبهم يعني، فبيكرروها ياما فعشان كده هما بيقولوا لكم يعني على الطريقة الصح اللي بيعملوها دي. بس احمرت بصي. بقى لونها كل ما تعجني فيها اكتر بتحطي يعني بتدي اللون اللي انت عايزاه. طبعا الحاجات دي الوان طبيعيه كلها، فحمراء حمراء قوي، فهي بتنزل على الحنه، والحنه اصلا مش سودا، تبقى لون البنيان هي اصلا لو عملتيها لوحدها بتدي لون بني في الشعر. بني كده. فاي حاجه تحطيها عليها هتعمل فيها اللون. فتقعدي بقى ايه تدي فيها كده وتعجني فيها ياما عشان المكونات كلها يا جماعه تدخل في بعض كده، تتعجن كويس قوي، ما تبقاش فيها حته مكلكعه. بس بتاع الصحن بقى شكله ايه؟ بقى لون نبيتي خالص. شايفين؟ تقعدي بقى زي 10 دقايق كده تدي فيها عشان خاطر اللون كله، الالوان الحمراء والالوان اللي احنا حطيناها كلها تخش في بعضها. احنا خلصناها خلاص وعجناها يعني عجنه تمام، عجنه حلوه يعني عشان كلها تدخل في بعضها. هنشيل بقى الباقي نحطه في التلاجة، لما نعوز نعجن حنه تانية بنعملها. فخدي بقى خلود حطيها في التلاجة لما تعوزوها. امسكها كده احسن ايه قلم. بعد كده هنجيب كيسه، وبعد كده نلفها ونسيبها زي ايه نص ساعه كده، وبعد كده هتلاقيها خمرت واللون جاب نتيجة، وبعد كده تستعمليها بقى ونوريكي تعمليها ازاي. فكنا الخلطة اللي احنا عملناها وعملناها بكيسة كده عشان تخمر مع بعض والألوان تخش بعضها وتديكي نتيجة حلوة. فطبعا في ناس بتعمل الأول نجيب الخلطة بتعمل الإيد وبتعمل الرجل، لأن دي علاج للجلد نفسه فحلوة يعني. فطبعا على الإيد بتسيبيها مثلا ما بين 4 ساعات أو 8 ساعات، يعني من 4 ل8. طبعا انت تشوفي كل ما تغيريها اكتر على الايد بتدي لون اكتر، ولما تيجي تشيلي بقى الحنه ما تغسلهاش، افركيها مع بعض كده او بزيت، ومش شايلها بزيت كده يعني الزيت بيطلع اللي هو اللي على الوش، لكن بيسيب لك اللون اللي ثبت على الجلد. على الشعر بقى ما تيجي تحطيها على الشعر بتسيبيها من 2 ل4. طبعا لو فروه الراس حساسه مش مستحمله مثلا بتحطي زبادي، احنا حاطين هنا زيت زيتون، زيت زيتون حلو برده. فروه حساسه ما تطوليش المده قوي يعني كفايه عليها 4 ساعات. طبعا عايزه اللون بيبقى يثبت اكتر او احسن بتسيبيها 5 ساعات. فهتشوفوها بقى دلوقتي هنعملها مع بعض. هي كده لونها بص بعد ما سيبناها تخمر لونها. طبعا قلنا كلها مواد طبيعيه وحاجات جميله وحاجات مفيده للشعر، حتى لو مش عايزه عليها لون هي علاج للشعر من كل حاجه بصراحه. وطبعا للجلد برده ما بنحطها مثلا على الايد او على مثلا في ناس بتحطها على الرجل، فده يعني فعال قوي. بقى هنجرب بقى على الايد واشوف يعني اوريكم اللون بتاعها قد ايه يعني فعال وواضح يعني بتلون بسرعه، لان في حاجات طبعا جميله وحاجات مفيده. فهنمسك كده مثلا طبعا على الايد بتسيبها فتره، فانا طبعا مش هقدر اسيبها ياما.
هوريكم بقى لونها دلوقتي. على الايد بتسيبيها طبعا زي ما قلنا 4 ساعات او ممكن تزودي لحد 8. فانا دلوقتي مش هقدر اسيبها المده دي كلها عشان اصور، فبتقعد كمان لونها بيبقى اقوى. فدلوقتي اللي انا هشيله ده يا دوب بس الدقايق اللي انا بتكلم فيها دي. فهتشوفوا بقى لونها دلوقتي بقى حبايبي. انا حطاها طبعا المده قليله يعني ما تجيش حتى دقيقه، فانتوا هتشوفوا لونها بعد دقيقه يعني. انما انتوا طبعا اللي يعمل هيسيبها بالساعات زي ما قلنا بالنسبه للشعر وبالنسبه للجلد. فهي طبعا علاج جميل. فهنشيله بقى، لا اما تيجي افركه، لا اما افركه كده وانزله، لا اما اشيله بقى بزيت. اهو بصوا لما نيجي ننزله. يعني هي اصلا ما كملتش تقريبا ربع ساعه على الايد. كملش يعني 5 دقايق يعني. مكملتش 5 دقايق، ده يا دوب عقبال ما بتكلم. فاهو بصوا لونها بيبان اهو. بس اللون بيبقى ثابت على الجلد تحت. لا اما نفركه لا اما ننزله باي حاجه فيها زيت كده، وننزل بتاع بينزل بس ما تغسلوش في نفس الوقت. وبعد كده كل ما تسيبيه ينشف كل ما اللون بيبقى اكتر يعني. هوريكم دلوقتي بعد ما انزله. بص انا جبت بس ايه بالظهر كده مش حاميه، فهننزل كده اهو. شايفين شايفين اللون ثابت قد ايه؟ الله بصوا. جميله قوي. ايه رايكم؟ جميله تحفه. ده اللي هي كل ده اصلا ما كملتش وقت كبير دقيقه ده. يعني كل ما تسيبوه اكتر اللون هيتقل اكتر ويثبت. بس اللون عامل ازاي؟ لا احنا عايزين بقى بسرعه نعمل بيه شعرنا بقى. بسرعه شعرهم. شعرنا. اوعي تخلصيه. هما متعودين يعني احنا واخدينها كعلاج يعني. اه فبتدي يعني نتيجه جميله، نتيجه فعاله. بصوا اللون ثابت ازاي. بصي كده. لون قوي قوي يا جماعه فوق ما تتخيلوا. شيليه كده بالراحه. بس ايه رايكم؟ الله جميل. عارفه ده احمر مش نبيتي كمان احمر قوي. هو كل ما تسيبه بقى اللون يتقل لو انتوا عايزينه تقيل يعني عايزينه كده حلو خلاص. يعني ما عادش تحفه يا جماعه ما شاء الله. الوصفه ديت عن تجربه بجد. عشان احنا بنعملها على طول، فانا يعني نتيجتها جميله وفعاله يعني. بس زي ما قلنا بدل ما تروحوا مثلا دكاتره وتصرفوا مثلا على الشعر وكده، ده مداومه يعني، دي وقايه يعني بتعملوها على طول. جميله بصراحه. مسحكوا بيها كمان على الشعر هتطلع لون روعه. كمان احنا داخلين على العيد، فاللي هو الاعياد دي عايزه بقى تعملوا تغيروا لون شعركم تجددوا كده. يا جماعه بصوا لما شلت الحنه شلتها كده بظهرها عشان ما تبقاش حاميه على الجلد، فمن غير ما اغسلها لان الغسيل هينزل اللون، فتستني عليها كمان لما تنشف اكتر. بصوا احمر دم. احمر دم جميل قوي اللون. كمان كل ما تسيبوها يتقل وعلى الشعر يا جماعه هيبقى روعه، وغير كده كمان مغذي ومفيد للشعر. ده علاج، كلها حاجات طبيعيه وما فيهاش حاجات كيماوي وحاجات مغذيه ومفيده للشعر وكعلاج يعني، فحاجه جميله. ايه رايكم في اللون؟ فان شاء الله على الشعر برضه هتبقى نفس الحكايه. فهم البنات دلوقتي يعملوا شعرهم، احنا على طول يا دوب هنفصل وناخد نعمل بيه شعرنا. هنا بص حمراء، فمديه برضه الوان هنا جميله قوي. بس زي ما انتم شايفينها. فيعملوا بقى شعرهم وهتدي ان شاء الله نفس النتيجه، وان شاء الله تبقى علاج برضه حلو كده.